لنادي الديوانية الذي يدخل في بداية الشوط الثاني بريتم سريع، وبالتالي يتحصل على أول الضربات الركنية في شوط المباراة الثاني. علي حامد أيضا قدم شوط أول مميز في خط الوسط بالقميص 5، يقف على كرته الخصيص في الكرات الثابتة على مستوى القائم الأيسر للحارس حسين علي. علي حامد يرسل كرته، هذه خطيرة حمراء، كرة جول، جول أخيرا. علي حامد يأتي بالخبر السار لمقصورة ملعب الإدارة المحلية، وتصبح المدرجات نعم في حالة هستيرية، فرح كبير لأول الأهداف بالنسبة لنادي الديوانية. كرة تستقطع خطيرة من هنالك، سجاد أحمد يحضرها، هذه كرة تلعب، لكن أول كرات التغولي عادت من هنالك، لا زالت خطيرة حمراء، يتدخل من هنالك البحث والمراوغة، مرور ممتاز ثم عرضية، جول. دوف وومي يأتي بأول أهدافه بقميص نادي الديوانية، وخير بديل نعم، ترك المباراة علي حامد هو من سجل الهدف الأول، وبديل يسجل الهدف الثاني بثاني كرة يلمسها، احتاج 3 دقائق فقط حتى يسجل اسمه بهدافي مباراة اليوم. دوف وومي المحترف التوغولي نعم يسجل ويقول هذا يومي. دوف وومي يطلب، شوف يؤشر للمدرجات، نعم يا مدرجات صفقي واعزفي للتوغولي. قريب على خط الكورنر، سجاد أحمد يأتي بعرضية خطيرة ترسل، غريب ما يحدث لحارس المرمى اليوم، غريب وعجيب حقيقة. نفس صورة الهدف الأول، لكن سجاد أحمد أيضا بالقدم اليسرى، أيضا من هذه الجهة الأولى كانت عن طريق علي حامد، والآن عن طريق سجاد أحمد بالقدم اليسرى سجل هدف، ولكن هدف يسأل عنه هيردي سيامند الذي حجب الرؤية، وكان العتب من حارس المرمى حسين علي على هيردي سيامند اللي خلق أمامه وحجب عنه الرؤية، وبالتالي لا ينفع العطار ما أفسده الدهر. يا هيردي ويا حسين علي لا ينفع الاحتجاج حقيقية أمام وليد عطية. شيركو كريم يتقدم يسدد، الله 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 الله، هدف ما أروع وما أحلاه، من أجمل أهداف مباراة اليوم. شيركو كريم وضع كرة في الزاوية الحرجة والصعبة على وليد عطية، وقف ساكنا الأيادي، لا يحرك لا يمين ولا شمال، كرة قوية عن طريق